من حكايات السعودية ماناش خارجين. هذايا ولد بلادكم مرمد في السعودية والكفيل سكر عليه وجبروا اني صح على اوراق باش ما ياخدش حقه، وزيد حتى تليفونه جديد كمل فكهوله. ولد بلادكم يحب يروح لتونس وما عنده حتى فرنك خاطر الكفيل اصلا قلبه في فلوسه وما عطاه حتى فرنك، وبوه مريض برشا ولازم يروح يطل عليه. هو فقط مسكين طالب تلموا له التيكي باش تروحوا بيه. هو محتاج لكم تقفوا معاه وخاصة الناس اللي عايشين في السعودية. هاني باش نسمعكم الميساج اللي بعثولي، اما راني بدلت له صوته كحماية ليه. بالحق والله ولادنا ما نمدوهم في السعودية، والله شيء يحزن القلب. هلا اختي رمي صباح بس حنا هيك موضوع. لا لا محمد رسول الله. قلنا نختم. جيت بعقد عمل يعني موثق اموره طيبه على طول على الكفيل. بديت نختم على روحي مدة عام وستة شهور. فهمتني. عمل لك بعد عام وستة شهور سكر الحانوت. فهمتني. وكامتي يعني وفت. فهمتني. يعني هي في مدتك العام وفت. عمل لك محببش يعني هو جدد هيك وكل. فهمتني. ختنا على نفسها يعني هي نفس الحال. فهمتني. لا محمد رسول الله كي سكر هو الحانوت وكذا. قلت له انا جدد لي حاب الروح وكذا. قال لي روح سوي نقل الكفالة. انا عشان راهو الإقامة عندي تو باش نجددها اشتريت 11,000. قلت له ليش 11,000؟ قال انا تو ما نقدر ما نقدر. قال لي برا مشي تصرف. فيه مشيت على الرياض اني بش على اساس اني باش نخدم. فهمتني. مشيت للوج وكذا على اساس اني باش نخدم. لقيت واحد باش يخدم معي يعني جمعتين وقال لي بعتهم وإذا لقيتك أمريكي ما نقول لك كفاية. قلت له أمريكي خدمت معاه في البريود هذيك. كي لقى الحانوت ختم وجوها باهي. فهمتني. خدمت أنا الحانوت ولا فيها برشا كريونات وكذا. عمل لك بيع الحانوت. فهمتني. باه. جالي شري الحانوت قال لي شافني أنا يعني باش نخدم عندك كريونات وكذا. قال لي حاجتي قلت له باهي خمس أمورك وأنا هاني معك. عمل لك لازم تسوي في تجديدات الحانوت نتاعك. فهمت؟ جيت الكاونت بتاع الوالد اللي هو مرض. فهمتني. لا محمد رسول الله. مشيت انا بينها كلمته قلت له اسمع انا الوالد كذا كذا اب ولازمني اروح. قال لي باهي تو غدوه الصباح نجيك. انا كلمته في الليل. قال لي تو غدوه الصباح نجيك. قلت له باهي مريك. جاني بعد الدار قال لي اعطيني الديكاون نتاعك مع اني حاولنا مع حكم الديكاون نتاعي موجوده في التليفون. جي قال لي وريني الإقامة وريته قلت له راني فيها هاي. عمل لك صورني الإقامة متاعي وحطه في التليفون حطه في شيء والتليفون تليفون. قال لي أنا التليفون اللي نبغاه حاجتي بيه. قلت له أنا ما يجيش يعني تليفون نحكي معاه مع الدار وكذا. فهمتني. عمل لك جبد ورقة. أنا الأستاذ كذا يعني يحكي علي أنا. فهمتني. أخذت جوال هذا أنت من عندي أنا ومش عارف إيش ويعني كتب الورقة هذه قال لي صححها. صحت يعني مع انه الحكم انه هو يخدم بوليس وكذا. ما حبش انه يعطيني تليفون يعني قال لي ما نعطيك تليفون انا ما تصحح لي على الورقة هذه غصب. فهمني بالقوة مسكر عليه الكهرباء يعني من داخل. فهمني. كهو وديت صححت يعني غصب على الورقة هذه. يعني انا من الستريس هذا كل يعني خلاص تعبت يعني نفسانيا وبدنيا وكل شيء. وليت اقسم بالله انا كنت بالدواء عشان واحد تفكير هذا كله. ومن بعد جيت يعني جيت الراس نمشي للسفارة. جيت للسفارة قالوا لي امشي تصرف معاك يا فيلك. احنا معنا حتتدخل لنا. عارف ايش ما تكون حتتدخل يعني يا دي سفارة المفروض اللي السفارة تتكفل لك بالامور هذه كلها. قال لك لا بعرف يتصرف معك يا فيلك. كهو وريت انا روحت وخليت على الله يعني بالرسمي خاطر اني تعبت برشا برشا وخيتي والله يعلم بيك ربي سبحانه. فللقلوب الرحيمة أي حد ينجم يعاون في الجالية التونسية الموجودة في السعودية خلوا لي ميساج وأنا تنوصلكم ليه. وكيما تعرفوا أنا قاعدة نتعرض لحالة نتاع سينيالات المدة هذيا خاطرني فقط طلعت وقلت كلمة حق وحميت على ولاد بلادي.
فنتمنى من العباد اللي تحبني تقف معايا بلايك وكومنت وشير وتبارتاج الفيديو هذا مع اصحابها وحبيبها، فمش من الكونت بتاعي يرجع كيما قبل. واللي مش عامل لي فولو بالطبيعه ما تنساش تعمل لي فولو، وشكرا على دعمكم ليا.